اوروبا كانت بكري وما بقاتش كيما زمان، ما بقاتش تصلح درك انك تروح تهاجر وتخسر صواردك وتطلع للأوروب باش دير مستقبل ولا باش تخدم ولا باش تعيش، تولي تسمى انت هو ليميغري اللي يهبط للبلاد يصرف باللورو، والورو دركا يسوق لي 3 ملايين اتسيتيرا. الأوروب دركا عندها بزاف دي بروبليم ايكونوميك، عندها الحرب جوست على الحدود، عندها بزاف مشاكل داخليه، وبالتالي ما ولاتش هي تحتاج مهاجرين ومحتاجش، ولات هي كونتر المهاجرين. وطلع درك اليمين المتطرف براسك في جميع لي بي اوروبيان وقاعدين يسحتوا في الناس، وبالتالي من الاحسن انك تبقى في بلادك. اي واحد كاهن راح يعطيك هاد ديزانفورماسيون حتى ولو عنده هو 20 سنه في الاوروب، عنده 5 سنين عام عامين، كلهم عندهم نفس الحكايه. مش الكل بيان سور باش ما نعموش، ولكن لا ماجوريتي اللي عايشين هنا في الاوروب يعطيوك هذه لا كاسيت. في هذا الفيديو راح تشوف لقطات سبونطانيه تاع واحد متغرب عايش في الاوروب، وبالتالي نحكيو على هذا لو سوجي، لانه بزاف ناس عايشه في البلاد ممكن عندها الحلم تاع الهجره ولا مازال تعتقد بلي الهجره راهي كيما زمان. دونك في هذا الفيديو راح نحاول نحلك عينك، نقول لك واش كاين كوم افونتاج واش كاين كوم انكونفينيون، نخلي لك الحكم اللي انت عندنا في هذا الفيديو. ما راح نقول لك ارواح، ما راح نقول لك اقعد في بلادك، راح نعطيك واش كاين كوم رياليتي، وانت ترادويزي هاد لي زانفورماسيون وابني عليهم، وان شاء الله بيان سور توصل للراي الصواب. دونك الاوروب في هذا الوقت سي فري انه فيها اليمين المتطرف وفيها بزاف الحكومات تاعها ولات كونتر ليميغراسيون. البرلمان في الولايات في البلدان الاوروبيه لا ماجوريتي تاعهم الكل قاعدين يقولوا بلي ما نحتاجوش ليميغراسيون وما نحتاجوش لي زيميغري. دونك ولاو كونتر لي زيميغري اللي عايشين، ومام طون قاعدين يصعبوا في الليميغراسيون. وبالتالي اي واحد درك حاب يتغرب اذا عايش في البلاد راح يلقى صعوبات باش يلقى فيزا ولا باش ياخذ فيزا، وصعوبات حتى باش يحصل رونديفو تاع فيزا. لا ماجوريتي تاع لي بي اوروبيان دركا تروح الكونسيلا ما تقدرش حتى تلقى رونديفو. دونك هما هادو من القوانين تاع السفير اللي قاعدين يديروا فيها سي جوست اون رياكسيون لا سيتوياسيون انترن تاعهم، وبالتالي حابين ينقصوا من ليميغراسيون. دونك هذا القانون متفقين عليه الدول الاوروبيه كل، امريكان ايلون ماسك في تويتر، الناس كل قاعده تقول باللي ما نحتاجوش ليميغراسيون، وحابين يحصلوا لي بروبليم ايكونوميك اللي كاينين في لو موند كل على ظهر ليميغراسيون. دونك انت كواحد عايش في البلاد لازم تكون في عين الاعتبار عندك هذه الفكره، وتعرف ديجا دي الديبار باللي راح تروح للبلاد الناس راهم راح يكونوا مريفيوزينك، راهم ماهمش ماكسبتينك ولا ماهمش حابينك تجي. دونك انت لازم تكون عندك لا مونطاليتي تاع انك تفرض نفسك، وتفرض نفسك اترافير بيان سور انت واش راح تجيب معاك كوم باجاج، كو سوا كانت سكيل مهاره اللي انت راح تقدر تقدمها في هذه البلاد، ولا خدمه اللي تكون مطلوبه بزاف، وبالتالي اوتوماتيكمون راح يحبوك لانك راح تعطيهم انت الفائده اللي هم يحوسوا عليها. دونك اذا كنت حابب تجي تتغرب جست للي يدير عندك في راسك انك تتغرب باش تتغرب وتجي هنا تخدم نامبورت كالخدمه وما عندكش باجاج، ما عندك ني لغه، ما عندك ني سكيل، ما عندك ني حرفه، راح مالوريزمون تتمرمط وراح تصعب لك شويه في هذه البلاد، لانه راح تحس بلي الناس كلها راهم كونترك، وحتى خوك اللي من لحمك ودمك راح ياكل لك جنبك جوست اذا رحت دومونديتي من عنده لانفورماسيون، ولا قلت له يعاونك يلقى لك سكنه ولا يلقى لك خدمه ولا يلقى لك يعني ابسط الامور اللي هنا في الغربه، راح يحش لك ظهرك وراح يدي لك صوارديك وراح يسكاميك وراح ياكل دمك. دونك لازمك تعرف في بالك، دير في بالك وتبريباري روحك من البلاد انك تجيب معك باجاج، تجيب معك اللغه، وتجي انت مبريباري بسيكولوجيكمون بلي هاد البلاد شعبها ماهوش حابك، وحتى اللي من دمك وجلدك راهم حتى هم مش حابينك تجي اونتر بارونتيز. دونك اي واحد حاب يتغرب النصيحه اللي نمدها له انا، حاول تجيب معك باجاج رقم 1. رقم 2 حاول كي تجي لهنا وسي تكون انديبوندون، امور اداريه حاول تعرفها دي الديبي، امور قوانين حاول تتعلمها من البدايه تاعك، ما تعتمدش على فلان وعلان، باسكو قاعد نشوف لهنا بار اكزومبل ناس تجي لهنا تتغرب يخسر صوارد باش يجي كو سوا فيزا ولا يجيب الطريقه اللي هو حاب يجي بها، يلفو يوصل لهنا زيد يخسر صوارد باش يقدر يلقى كريه ويسكن، ومن بعد يولي زيد يخسر في الصوارد باش يدير الامور الاداريه البسيطه اللي اي حاجه يحب يديرها في حياته يولي لازم يعتمد على فلان، وهذاك فلان يقول له اعطيني 1000 و2000 و3000 اورو، وبديت تولي انت ما تقدر دير مستقبل، ما تقدر توصل للزوبجيكتيف اللي انت كنت ناوي توصل لهم، ما تقدر تخلي دراهم اكوتي. دونك الشيء اللي راح تلمه راح يتكلل لك عند لا ديمارش ادمينستراتيف اكس، ولا عند الهبطه ايغراك، ولا اي حاجه بسيطه اللي ممكن تقدر ديرها انت وحدك تولي تخسر عليها صوارد، وبالتالي تولي ما تقدرش توصل للزوبجيكتيف تاعك. اون فوا جيتي لهنايا النصيحه اللي نمدها لخويا العزيز، حاول وسي انك تعيش انت سولو،
ما تعيشش الحياه تاعك تاع البلاد هذيك تجيبها لهنا معاك، لا تقعد في القهاوي وتصاحب فلان وعلان والقيل والقال وفلان دار وما دارش والقانون اكس وايكغا وتبقى تدي وتجيب في الحديث، لانه هذوما الاوقات اللي قاعد تضيع فيهم انت في القهاوي او الحياه السوسيال اللي تعلمناها في البلاد مالوريزمون ما تركبش على هذوم البي الراسماليين. لازمك تفهم ولازم تتقبلها. لهنا الناس تجري على الخبزه، تجري على الدراهم، تجري على الحياه، تجري على الاوبجيكتيف، تجري على عائلتها، تجري على مصالحها. ما هيش تخمم فيك انت كيفاش راك تحس، ولا انت واش المشكل اللي عندك، ولا انت واش كسبتي واش خسرتي. ما يحوسوش يفهموا عليك. وانا نحبك تضبط لهذا المونتاليتي. كي تجي لهنا عيش سولو خويا العزيز، عيش انت والعائله تاعك، ولا انت براسك اذا كان راك وحدك. اخدم، روح دير سبور، روح دير قضياتك، روح تغشى، شوف اخبار باش تكون ديما اجور، تعلم حاجه كل يوم، تزيد 1% في حياتك باش تبقى ديما اون بروغريسيون. ما توقعلكش هذاك الخمول وتولي انت من الكهول اللي ما عندك حتى فايده في حياتك وما تفيد ما تستفاد. حاول تكون ديما انت اون بروغريسيون، حاول تكومباري روحك بروحك، حاول ديما دير خطط لي زوبجيكتيف اللي حاب توصل لهم، كو توصل لهم ولا ما توصل لهمش، المهم راك تسعى عليهم. دونك هاد الحياه راح تحس انت بالبنه تاعها وانت عايش هنا في الاوروب، لانه هنا مش راح يحسدوك. القوري مش راح يخمم فيك اسكو كسبتي ولا خسرتي، القوري مش راح يسقسي عليك. دونك انت وحدك بينك بين روحك راح تعيش الاز، راح دير سبور تاعك، راح توصل ان شاء الله لي زوبجيكتيف تاعك، راح تتعلم حوايج جدد، راح تكسب حوايج جدد، راح دير دي زوبجيكتيف جدد. هذوك لي زوبجيكتيف اللي جبتيهم معاك من البلاد بربي ان شاء الله راح توصل لهم، وراح دير دي زوبجيكتيف واحد اخرين. وحتى لما وصلت لهمش راح تبقى ديما تسعى وتتطور وتتعلم وتحس بروحك باللي قاعد تبروغريسا. ماشي تبقى هذاك الانسان اللي جاب لا مونتاليتي تاع البلاد وما حبش يخرج منها، يبقى ديما في القهاوي، يبقى في القيل والقال، يبقى يتلاقى فلان. مانيش قاعد نقول لك انا ايزولي روحك، مليح تكون عندك دي كونديسيونز، دير نتوركين مع الناس، ولكن لازم وسيل نتوركين يكون اللي يفيدك انت في دنياك وفي اخرتك. معناها الناس الصالحين اللي يبارطاجيو لي ميم زيدي اللي عندك انت او لي ميم زوبجيكتيف اللي عندك انت. دونك باش نرجع لو بوين تاعي، اسكو الهجره مازال تصلح؟ حاب نريزومي لك باللي الهجره مازال تصلح، والهجره مازال فيها خير بربي ان شاء الله، ولكن راهي شويه صعيبه بارابور لقبل، باسكو درك صعابت الخدمات ماهيش ديسپونيبل كيما بكري، لي سالير ما همش كافيين وافيين كيما بكري. درك حتى لو تخدم هنا بسالير راح تبقى تعيش قيس لانه شويه الحياه غلات. دونك لازمك انت ديجا تكون انسان دو فالور وعندك اون فالور تقدمها لهاد البلاد كي تجي انت اون طون كيميغري، باش تقدر هنا تعيش اونتر بارونتيز الاز. سينو راح تبقى تعيش اما تجري على الخبزه، معناها باي تشيك تو باي تشيك، اما راح توقع في ديبريسيون، تحس بروحك بلي ماكش قاعد تافونسي، العوام قاعدين يمشيو وانت راك في نفس لو بوين، ماكش قاعد تتعلم في حوايج جدد، ماكش قاعد تتعلم في مهارات جدد، ماكش قاعد تتعلم في لغه، ماكش قاعد تقدم اونتر بارونتيز، تحس روحك مستاغني في بلاصه واحده. ولا كاين لو كاتروازيام اللي خلى ديجا رزق في البلاد، هذاك الانسان حيبدا يدخل للسويس ويقول باللي بالك درت لا موفيز ديسيزيون وكون خير قعد في البلاد، استفدت من الرزق اللي عندي ولا من الخبره اللي عندي ولا من الخدمه اللي كنت نخدمها في البلاد. دونك انا نحبك كي تجي لهنا تكيتي البلاد وتكيتي لي زيدي تاع البلاد وتكيتي لا مونتاليتي تاع البلاد، تبدا هنا ان نوفو ديبار، انسان جديد، دي زوبجيكتيف جدد ومونتاليتي جديده اللي تكون ادابتي لا مونتاليتي تاع البلاد اللي انت عايش فيها. بيان سور ما تفقدش البرانسيب تاعك، ما تفقدش دينك، ديما هذا سي لا باز، ولكن لازمك تكون فليكسيبل، تعرف الناس هنا كيفاش تخمم وتخمم انت كيفها، وتعرف هنا القوانين كيفاش تمشي، وتعرف هنا وسيل المتغيرات، الامور الاداريه، هذوما كل لازم يكونوا حوايج بازيك لازمك تتعلمهم. سينو هتخسر بزاف فلوس، راح تمرمد في حياتك، راح تحس باللاغالير، تحس بروحك محقور، تحس بروحك ايزولي، تحس بالغربه، حتجيك صعيبه بارابور الواحد اللي قاعد يدير في الحوايج اللي قاعد نقول لك عليهم هذم. هذه خوتي لا فيديو، ربي يوفق اي واحد حاب يهاجر، واللي حاب يهاجر بيان سور دير صلاه استخاره خويا العزيز، وجيب معاك باجاج. وحتى لو ما عندكش باجاج درك في البلاد كي تجي لهنا ديلو جور رقم واحد، ابدا لم ان باجاج، باسكو حتى لو ما كانش عندك لا بوسيبيليتي في البلاد، كو سوا ما عندكش دراهم باش تتعلم حاجه ولا ما عندكش وقت، كي تجي لهنا لازمك تكري، باسكو يقول ان شاء الله عندك رزق، عندك دراهم، عندك خدمه، وتكري الوقت هذاك اللي يخليك تتعلم حوايج دي يزيدوا لك انت في
الباك جراوند تاعك ويخليوك تقدم ان شاء الله للقدام، باش ما تبقاش تستغنى وما تبقاش تسفري وما تبقاش محقور في هذه البلاد، وما تبقاش وسي ضحيه للناس اللي جوست جاو قبلك ولا الناس اللي داروا بالك ايفور شويه زايد عليك انت ويبداو يمصوا لك في دمك. هذه هي خوتي الاساس. ولكن الهجره مازال تصلح كي بكري كي اليوم، ممكن صعبت شويه ولكن الرزق راه من عند ربي سبحانه. اذا ما عندكش رزق في البلاد ممكن ربي يقسم لك في بلاد واحده اخرى اوروبيه، دونك توكل على ربي وربي يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.